معظمنا لما يجي يعبر بالإنجليزي عن الإلزام أو الضرورة بيستخدم must or a must. must اللي هي يجب أن وبعدها مصدر الفعل، أو a must اللي هي معناها ضرورة. أو ممكن يستخدم necessary، it is necessary يعني من الضروري ويجيب بعدها الحاجة الضرورية، أو يستخدم it's a necessity اللي هي ضرورة. تعالوا بينا نتعلم حاجة تانية بتعبر عن الضرورة بس مش بتستخدم كتير قوي في الإنجليش. تعالوا نعرفها مع بعض. عندنا التركيبة be to بستخدمها للتعبير عن الضرورة. be طبعا اللي هو verb to be، am is or لأن أنا بتكلم دلوقتي في present simple المضارع البسيط. يعني أنا أقدر أقول I am to ومصدر فعل، أو he is to ومصدر فعل، أو they are to ومصدر فعل للتعبير عن الضرورة. أيوة ممكن أقول كده. تعالوا نشوف example كده مع بعض. ممكن أقول I am to get up early. I don't want to be late for my work. I am to get up early. I don't want to be late for my work. أنا لازم أو ضروري أصحى بدري عشان أنا مش عايزة أتأخر على شغلي. يبقى اتعلمنا مع بعض التركيبة be زائد to زائد مصدر الفعل أقدر أعبر بيها عن الضرورة.